السلام عليكم، واش اخباركم؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله يا ربي. ما تسدوش على الصوت ديالي، عيانه شويه ما تشوفوا. بس هذا الفيديو هذا صورته من نهار الاثنين، ما قدرتش ندير ليه المونتاج حتى وليت شويه لاباس. ايوا اليوم ان شاء الله عاد كتاب انني ننزلو. المهم الوصفه ديال اليوم هي كيك بالليمون معسل. صراحه كتجي رائعه بزاف، كيجي فيه واحد المذاق مختلف على الكيكات اللي كنصايبو دائما. خليكم مع الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمكونات باش صايبتو. وشحال هادي ما صايبتش كيك، يعني اخر مره كنت صايبته هو داك اللي كنت شاركت معكم نيت في القناه تقريبا شي شهر هادي. مولفه ديما يعني الكيك ما كيخطانيش، كندوز بها في العشيه كاس ديال القهوه اولا كندي معايا الخدمه ملي كنعاود الفطور في الخدمه. صافي قررت باش انني نصايبو نجرب نيت بهذا الليمون معسل، نشوف كيفاش غادي يجي المذاق ديالو. كما شفتوا عليه في الاول خديت داك الطريفات ديال الليمون معسل طحنتهم في الهاشوار مزيان. صافي خليته على جنب وغادي ندوز باش نصايب المكونات ديال الكيك. بالنسبه لهنايا في اناء درت ثلاثه البيضات، يعني بدرجه الحراره المطبخ، وضفت عليهم واحد القبيصه ديال الملح وكاس ديال السكر سنيده. صافي طربتهم بالطراب مزيان كما كتشوفوا، يعني حتى كيضاعف الحجم ديالهم. وغادي نزيد عليهم واحد كاس مع مرش ديال الزيت، يعني كاس فيت واحد شويه النص. صافي غادي نطربهم مزيان حتى كيطربوا. وصافي غادي نحيد الطراب الكهربائي، غادي نكمل غير بالطراب اليدوي. واحد النقطه بغيت نشير ليها، يعني بالنسبه للبيض، انا هذا البيض هذا كان عندي اصلا، ما بقاش عندي بزاف في الكوزينه. صافي قررت انني ما ناخذوش، ما نشريش كاع رمضان كامل، يعني غادي ندوزو بلا بيض. انا مع الحمله ديال المقاطعه، لا هو لا البيض حلفت عليه في هذا رمضان ما يدخلش عندي لا البيض لا السردين، يعني حتى نشوفوا فين غادي يوصل. الله يودي، يعني حبه ديال البيضه كما شفتوهم يعني صغارين بدرهم و70. حشومه كاع والله العظيم ما عرفناش كاع فين غنوصلوا بهذا الغلا هذا. صراحه الدرويش والله ما بقى ليه مسكين فين غادي يعيش. بالنسبه للبيض كما كتعرفوا يعني ما كتخطى لا دار اللي عنده، لا دار فقير لا دار غني لا دار، يعني البيض كتلقاه موجود في اي دار. باش يوصل بهذا الثمن اللي يشري بهذا الثمن هذا صراحه عيب وعار. ولا كثر يعني البيض عادي رومي ولا شنو هو ولا كثر من الثمن ديال البلدي. وحتى البلدي حتى هو صراحه كاينين عندي عائلتي يعني في الباديه كيجيبوها هكا للسوق باش كيبيعوا يعني بدرهم اونص، بيضه بلديه كيبيعوها في السوق بدرهم اونص. ملي كتمشي انت للحانوت باش تشريها ولا كتمشي المهم باش تعاود تشريها كتلقاها ب 3 دراهم، يعني حشومه. يعني اذا كاين شويه الاحتكار في السوق. صافي المهم نرجعوا للكيك ديالنا. بالنسبه لهنا الكيك كما شفتوا يعني ضفت عليه هذاك القشور ديال الحامض اللي طحنت وخلط، وزدت عليه واحد العلبه ديال دانون مسوس، علبه ديال الياغورت. وهنايا غادي نزيد واحد 2 معالق كبار ديال المزهر. كتعرفوا بان المزهر كيجي مواتي مع الليمون بزاف. وغادي نضيف 200 غرام ديال الطحين مع 2 ساشيات ديال الخميره الحلويات. واحد الحاجه اخرى عاوتاني واش لاحظتوها بالنسبه ملي كنخدم بهاد الخميره هذه حمراء، يعني صراحه كيجي الكيك ديما يعني طالع، يعني كتجي الكيكه طالعه العكس ديال ديك الساشيات الخير الحمر. واخا يعني كيكون فيهم هذوك الساشيات الحمر كيكون فيهم الوزن ديالهم زايد، يعني كيكون فيهم 16 غرام في جوج، اللي مثلا كتكون كل ساشيه كتكون فيها 8 غرام، الا درنا جوج يعني كيوليو فيها 16 غرام. العكس ديال هذه فيها غير كل ساشيه فيها 7 غرام، يعني منين هذه درت انايا جوج هذه عطاتني 14 غرام. وكتجي صراحه كتجي الكيكه ديالهم يعني منفوخه، العكس كما قلت لكم ديال الحمراء. واش لاحظتوا هذه اولا غير انا؟ خليوها ليا في التعاليق. وما تنساونيش الى وصلت لهنا، ما تنساونيش اختي من التشجيعات ديالكم، ما تنساش تضغطي على زر الاعجاب وتفعلي الجرس. وكنقول لكم مرحبا بكم بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه، الا عجبهم المحتوى ديالي مرحبا بكم والف مرحبا. صافي هنا في هذه الاثناء هذه شعلت الفران يعني كيشعل درجه الحراره 180. وخديت هذا المول هذا، دهنته يعني بالزبده ورشيته بالدقيق ودخلته المجمد، يعني على ما في الاول كاع في قبل ما بديت كنطحن الليمون يعني دخلته المجمد. فاش منين كان نفرغوا فيه يعني الخليط كندخلوا للفران كيطيب. بغا نحيدو داك الكيك يعني كيديبوا لنا دغيا ما كيلصقش. صافي كنخبط واحد 3 الخبطات وكندخلو الفران، ما كياخذش وقت طويل، يعني تقريبا غير واحد 35 دقيقه. صافي كما كتشوفوا بعد ما طاب في الفران يعني دازت تقريبا واحد 35 دقيقه، خرجته هو باقي سخون. غادي نقلبو يعني في هاد الشبيكه هادي ونخليه يبرد، يعني ما غاديش نخليه في المول. الا خليته في المول يعني كيرجع لي داك الصاد ديال المول وكيبحال لا كيطلق الماء كيولي فازك. صافي غادي نخليه يبرد وغادي ندوز دابا باش نصايب الكريمه. بالنسبه للكريمه انايا عندي 300 ملل يعني ديال عصير ديال الليمون.
صافي هنا غادي نصفيه بالصفايه باش تحيد منه دوك اللبابه ديالو، ماشي اللبابه، دوك اللبات، دوك الحبيبات اللي كيكونوا فيه. وغادي نزيد واحد 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. بالنسبه للحلاوه كتبقى على حسب الذوق، يعني كل واحد والحلاوه اللي بغا. المهم انا هنا في هذا القياس ديال 300 ملل درت 2 معالق كبار ديال السكر سنيده مع 2 معالق كبار ديال المايزينا. صافي غادي نخلطهم هما باردين، ومن بعد غادي نضيفهم فوق العافيه وانا كنخلط يعني حتى كتعقد ليا الكريمه. صافي هنايا من بعد ما وجدت لي الكريمه غادي ناخذ منها واحد 2 معالق كبار، غنديرو فيها الزليفه هادي ونخليهم على جنب. غير هنايا احسن يعني الكريمه ما نوجدوهاش يعني حتى كيطيب الكيك، كنحيدوه كامل المول كنخليوه يبرد. عاد ديك الساعه كندوزو نوجدو الكريمه، يعني راه كتدغي كتوجد ما كتاخذش وقت بزاف. صافي كما كتشوفوا غادي خليت من دوك 2 معالق ديال الكريمه درتهم في ديك الزلافه، غادي اللي تبقى غادي نكبو يعني في هكا في يعني في على الكيك. وديك 2 معالق اللي احتفظت بهم من قبل غادي نزيد عليهم واحد المعلقه كبيره ديال الماء زهر، هما باش غادي نسقي هذوك الجنيبات. صافي هنا كما كتشوفوا بعد ما خديت ديك الكميه ديال ديك 2 معالق كبار ديال الكريمه درتهم في هاد الزلافه هادي، زدت عليهم واحد المعلقه كبيره ديال الماء زهر، خلطهم مزيان مزيان حتى كيرجعوا لنا على شكل سائل. هما باش غادي ندهن دوك الجنيبات ديال الكيك. صراحه كنت كنقلع ديك الشيته باش كندهنو، يعني ما فين طفت ليا ما لقيتهاش كاع. اما كنت يعني غنشد ديك هاد لاصوص هادي هي باش غندهن الكريمه كامل، يعني الكريمه ما ديوش عليا. المهم راه الصوت مخربق والهضره كتبدا تلعب كتلف ليا. وكما قلت لكم انا كانت الشتاء كنت غادي نشد هذيك لاصوص غندهن بها كامل الكيك من الجناب من دوك الحواشي ديال الحاشيه هذه ديال المول وداكشي. ومن بعد غادي نزينها بالكوك. صافي ملي ما لقيتش داك الشتاء صافي اكتفيت غير بمعلقه وصافي. ولكن يعني واخا مثلا ما ديرولاش يعني الكوك من الجناب، يعني كتعطي حتى داك باش كدهنوها بديك الكريمه من الجناب كامل، يعني كتعطي واحد البريو وكيعطي واحد المنظر زوين. صافي هنا من بعد ما كملتها يعني سقيتها من الفوق هكا بداك السيروب، يعني زينتها بالكوك. نتوما كتشوفوا كيفاش كتجي. انا كنهز باش نوريكم وغادي ندور تفصيل. اختي شوفي عرفتي فرحانه بها الصراحه. وصافي هنايا غادي ندوز باش غنقطعها باش نشوف المذاق صراحه كيفاش غادي تجي. هنايا قطعتها وهي باقا سخونه، يعني زربانه عليها. ملي كانت كطيب في الفران يعني كنت عمرت واحد البره ديالاتي، صافي كنت كنتسناها غير هي فوقاش غتوجد. صافي هنايا ما خليتهاش تبرد. داكشي علاش كتشوفوا الكريمه يعني باقا ما شداش راسها. من الاحسن يعني تخليوها تقريبا واحد ما كتاخذش وقت بزاف، يعني تقريبا واحد نص ساعه هكاك راه كتجمد ديك الكريمه وكتجي زوينه. هنايا غادي نوريكم كيفاش كتجي. صراحه جات رائعه بزاف. يعني فيها دوك ملي كتذوقها يعني كتاكلوها كتحسوا بدوك هادو بداك الليمون معسل يعني في وسط منه، يعني كيتنضغ. والمذاق خلاص ما نقول لكم شي حاجه طوب. يعني هذه هي اللي نسميو عليها صراحه الكيكه ديال الليمون. الا قلنا هذه كيكه ديال الليمون هذه هي الكيكه ديال الليمون. اما الاخرين يعني اللي صراحه ما غير الحاجه غير كطيب يعني ما كيبقاش فيها المذاق. من الاحسن يعني الحاجه اللي بغيتها يكون فيها المذاق ديالها هي ان طحنوها باش كتزيد كتعزز داك المذاق ديالها. هانتوما كما كتشوفوا ديك الطريفات ديال الليمون المعسل كيجيو باينين. وحتى فاش كتكون كتنضغوهم يعني كتحسوا بهم انهم الليمون يعني معسل، ماشي يعني غير قشره ديال الليمون هكا. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو. كنقول لكم الى فيديو قادم بحول الله. ما تنساونوش التشجيعات ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده للجميع. وهنا غادي نقول لكم الى اللقاء.